صباح الفل. كلنا عندنا رغبات، وفي نفس الوقت عندنا ضمير بيتحكم في الرغبات دي وبيقول لنا اذا كنا ننفذ الرغبات دي ولا ما ننفذهاش، وبينهم في عقل واعي بيقرر ايه اللي يتنفذ من الرغبات دي وايه اللي ما يتنفذش وازاي يقدر ننفذه. فانا لو جعان وعايز اكل، دي رغبه صريحه تماما موجوده عند كل الناس، موجودين بيها ان احنا بنجوع، دي احتياجات جسديه عاديه. لكن الرغبه دي حاجه احنا بنسميها القد، مولودين بيها شويه ونبتدي يبقى عندنا ضميرنا بيقول لنا، لان احنا كبرنا وتربينا وبقى عندنا ضمير، بس انت ما ينفعش تاخد كيس الشيبسي ده من غير ما تدفع ثمنه. فالضمير يمنعنا هنا ان احنا نعمل سلوك مخالف لقيمنا واخلاقنا. يجي ما بينهم بقى السوبر الايجو او اللي احنا بنسميه العقل الواعي يحل الصراع ده، لان في رغبه مش عارفه تتلبى وفي ضمير مانعها تتلبى. فيجي العقل الواعي يقول طب احنا بقى في طريقه انك ممكن تشتري كيس الشيبسي ده فتدفع ثمنه وتاخده وتلبي رغبتك بس بطريقه امنه. لو معكش فلوس ممكن تطلب من راجل ان هو يديهولك وهبقى ارجع اجيب لك الفلوس. لو معاك حد من صديقك ممكن تستلف منه، وهكذا. ده مثال بسيط جدا على اي حاجه بتحصل في حياتنا، على ان احنا دايما عندنا رغبات ودايما عندنا ضمير بيمنع الرغبات دي وبيتحكم فيها، وتختلف قوه الضمير وشدته وصلاحه من شخص لاخر. ويبقى ما بينهم العقل الواعي اللي هنا بقى اللي هو الايجو، اللي هو بيحكم وبيظبط الصراع اللي ما بين الرغبات وما بين المعطيات او الضمير اللي مانع ان احنا ننفذها. العقل الواعي ده يختلف طبعا لنضج الشخص وشخصيته، لمستوى ذكاء الفرد، لحاجات كتير جدا، مش مجرد ان هو كلنا زي بعض هنحل الازمه. في ناس يجي على بالها ان انا معيش فلوس فخلاص كده هفضل جعان، في ناس لا هتعرف تتصرف وتكلم الراجل بتاع المحل، في ناس هتعرف تستلف من صاحبها، في ناس هتعرف تمسك نفسها لغايه ما توصل البيت. حلول كتير قوي هتقدر العقل الواعي يحطها. احنا بقى هنا نقطتنا ان دايما مخنا بيطلع حيل دفاعيه علشان يحل الصراع ده ما بين الرغبات وما بين الضمير ويبتدي يعبر عنها. فنلاقي مثلا حيله من الحيل الدفاعيه، الحيل الدفاعيه منها نوعين، يا ناضجه يا غير ناضجه. الحيل الدفاعيه الناضجه زي السبليميشن مثلا او الترقي مثلا. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي رغبه عنف جدا ومتعصب وعايز اضرب حد، فانا هقوم العب رياضه واطلع الرغبه دي. او ان انا متضايق جدا من حاجه حصلت وصراع وحقي مش عارفه اخده ومش عارفه ايه، فانا هعمل سبليميشن وانقل طاقه العنف دي كلها وارتقي بيها، لان انا هنزل الجيم وهطلع طاقه العنف دي وطاقه الغضب اللي جوايا دي، لاني مش عارف اخد حقي وفي صراع ما بين القيم، مش عارفه اذي اللي اذاني ومش عارفه احل الصراع ده. فانا بقوم بعقلي الواعي اعمل تكنيك اخر لحل هذا الصراع. لكن في بعض الناس بتلجأ لحيل دفاعيه ثانيه مختلفه خالص، وحيل دفاعيه غير ناضجه زي ما اتفقنا تابعه لشخصيه الفرد. فيبقى مثلا عنده حيله زي التبرير، حيله زي الانكار، حيل كتير قوي الاسقاط هنتكلم فيهم في فيديوهات جايه ان شاء الله. دمتم بصحه وسعاده.